بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع درس التجارب فيما يخص المقطع التعلمي الظواهر الكهربائية للسنة الرابعة متوسط. نواصل دائما في تفسير ظاهرة التكهرب. كنا تحدثنا في الفيديو السابق عن تفسير ظاهرة التكهرب بالدلك. رأينا مع بعض أنه عندما دلك أو عند دلك قضيب إيبونيت وقضيب بلاستيك أنهما يكتسبان شحنة سالبة، وعرفنا بأنه أثناء الدلك الشحن السالبة تغادر من قطعة الصوف باتجاه القضيب، فيصبح القضيب يحتفظ بعدد أكبر من الشحن السالبة على الموجب. ورأينا كذلك مع قضيب الزجاجي الذي يحدث معه العكس، يفقد شحنه السالبة إلى الفرو أو إلى قطعة الصوف ويحتفظ بعدد أكبر من الشحن الموجبة. نواصل اليوم بحول الله عز وجل في تفسير ظاهرة التكهرب. هذه المرة ننتقل إلى تفسير ظاهرة التكهرب باللمس. إذن في البداية نتعرف أنه أثناء اللمس يحدث انتقال للشحن. هنا بالضبط في أثناء التكهرب باللمس لابد أن نتعرف على الشحنة السالبة هي التي بإمكانها التنقل، في حين أن الشحنة الموجبة لا تنتقل أو لا تتنقل من جسم إلى جسم آخر. الآن آتي إلى الحالة الأولى. تعرفنا في القسم كذلك على جهازين، أحدهما أسميناه بجهاز النواس الكهربائي، تعرفنا على مكوناته وأجزائه. كذلك تعرفنا على جهاز آخر يسمى بجهاز الإلكتروسكوب أو نسميه بجهاز الكاشف الكهربائي. ننتقل الآن خطوة بخطوة. نذهب إلى أول جهاز. نقوم بدلك قضيب إيبونيت أو بلاستيك، بمعنى أن القضيب الذي قمنا بدلكه في الحالة الأولى قضيب إيبونيت يشحن بالسالب. تماما نفس الأمر يحدث مع قضيب البلاستيك. نعتبر أن هذا القضيب مشحون بشحن سالبة. عبرنا عن الشحن السالبة بداخل القضيب 4 شحن سالبة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يحتوي على شحن موجبة، بالعكس، ولكن لديه عدد من الشحن السالبة أكثر منه موجبة. نقول أنه في هذه الحالة قد شحن بالسالب. بعد ما نقوم بدلك القضيب نأتي ونلمس كرية النواس. كرية النواس في الحالة الأولى اللي عندنا متعادلة كهربائيا، بما أن الشحن الموجبة تاعها شحنتين موجبتين وشحنتين سالبتين. إذن عند اللمس لاحظ جيدا ما الذي يحصل في هذه الحالة. تنتقل الشحن السالبة من قضيب الإيبونيت أو البلاستيك باتجاه كرية النواس. لنفترض معا أنه انتقلت أو غادرت شحنة واحدة. شاهد معي. إذن في هذه الحالة ستختفي هذه الشحنة من قضيب البلاستيك أو الإيبونيت وتتجه إلى أين؟ إلى كرية النواس. يلا الآن نجري مع بعض مقارنة بسيطة جدا. كرية النواس الآن أصبح لديها 3 شحنات سالبة، في المقابل قضيب الإيبونيت كذلك لا زال يحتفظ بشحنه السالبة أكثر منه موجبة. قضيب الإيبونيت أو البلاستيك سالب، الكرية أصبحت تطغى عليها الشحنة السالبة، إذن سالب. نعرف هنا أن السالب مع السالب ما الذي يحصل بينهما؟ تنافر. إذن لو يطلب مني ملاحظة في هذه الحالة ماذا أقول؟ كرية النواس أو حدث بين كرية النواس وبين قضيب الإيبونيت أو البلاستيك تنافر. الآن كيف أفسر هذا التنافر؟ في التفسير لدي عبارة علمية سنكتبها في آخر فيديو بحول الله. تفسير بسيط جدا. كرية النواس شحنت بنفس نوع شحنة القضيب، بمعنى أن الكرية أصبحت سالبة تماما نفسها شحنة القضيب. روحوا الآن إلى الحالة الثانية لنرى تماما ما الذي يحصل. شاهد جيدا. نفس الأمر، فقط الشيء المغاير أننا قمنا بدلك قضيب زجاجي. نقول زجاجي أي أنه بماذا يشحن أو بأي شحنة يشحن؟ يشحن بالشحنة الموجبة. أكرر باش ما نوقعوش في الخطأ، عندما أقول شحنة موجبة لا يعني أن ليس لديه شحن سالبة، بالعكس عنده، ولكن عددها أقل مقارنة مع الموجب. احنا فقط في التمثيل نمثل الشحن الموجب. إذن قضيب يحمي شحن موجبة، كرية نواس تماما كما رأينا في الحالة الأولى متعادلة كهربائيا. في هذه الحالة عند اللمس
أي الشحن مسموح لها بالانتقال؟ قلنا أنها الشحنة السالبة. الشيء المغاير أن الشحنة السالبة ستنتقل باتجاه معاكس لحالة قضيب الإيبونيت أو بلاستيك، بمعنى أنها ستنتقل من كرية النواة باتجاه ماذا؟ باتجاه قضيب الزجاج. افترضوا مع بعض الآن أن هذه الشحنة السالبة قد غادرت كرية النواة، ستحتفظ بشحن موجبة أكثر منه سالبة، تصبح الكرية مشحونة بأي شحنة؟ بالموجب. نفس الشيء القضيب الزجاجي شحنة واحدة لا تؤثر عليه، إذن لا زال يحتفظ بشحن موجبة أكبر، فيحصل ماذا؟ تنافر. إذن سواء في حالة قضيب الإيبونيت أو البلاستيك أو في حالة القضيب الزجاجي نحتفظ بتفسير واحد: كرية النواة شحنت بنفس نوع شحنة القضيب. إذن إذا كان القضيب سالب أثناء اللمس تصبح الكرية سالبة ويحدث كملاحظة تنافر. إذا كان القضيب موجب تصبح الكرية موجبة والملاحظة نفس الشيء هي تنافر. إذن باش ما نوقعوش في اللغط أو الخطأ مباشرة، تفسير بسيط وواضح: كرية النواة شحنت بنفس نوع شحنة القضيب، بمعنى أنه أي قضيب قمت بدلكه إلا والكرية ستكون لها نفس الشحنة بعد اللمس. الآن نذهب وننتقل إلى اللمس، ولكن في هذه الحالة مع كاشف كهربائي أو كما يسمى بإلكتروسكوب. آتي إلى الحالة الأولى كما قمنا مع الكرية: قضيب بلاستيكي أو قضيب إيبونيت. دائما عندما نتحدث عن البلاستيك أو عن الإيبونيت ينطبق عليهما نفس الكلام، لأنهما كلاهما يشحنان بشحن سالبة. نأتي الآن إلى الملاحظة. عندما نقوم باللمس في هذه النقطة بالضبط، الصفيحة المعدنية، ما ننساش أمر أن ورقتي الألمنيوم أو رقاقتي الألمنيوم اللي كنا تعرفنا عليهم في القسم متعادلتين كهربائيا، كلتاهما لديها نفس الشحن من أو لديها نفس القدر من الشحن موجبة وسالبة. نفس الشيء هنا الورقة الثانية موجبة وسالبة، بمعنى أنهما متعادلتان. عندما نقوم باللمس ستنتقل الشحن السالبة من أين؟ من القضيب باتجاه الرقاقتين. لنفترض معا أنه انتقلت شحنتين سالبتين، لاحظ الشحنة الأولى والشحنة الثانية، تأتيان إلى الصفيحة المعدنية ثم تنتقلان عبر الساق المعدني. لو أن كل شحنة من الشحنتين إحداهما تتمركز في الورقة الأولى وإحداهما تتمركز في الورقة الثانية، تصبح الورقتين مشحونتين بنفس الشحنة. الورقة الأولى تطغى عليها الشحنة السالبة والورقة الثانية تطغى عليها الشحنة السالبة. السالب مع السالب يحدث بينهما تنافر. لذلك في القسم كنا نشاهد حدوث تنافر بين ورقتي الألمنيوم أو تباعد بين ورقتي الألمنيوم. تفسيره كالآتي: ورقتي أو رقاقتي الألمنيوم شحنتا مثنى شحنتا بنفس نوع شحنة القضيب. رانا نشاهد أثناء اللمس بقضيب سالب، الورقة الأولى أصبحت سالبة والورقة الثانية أصبحت سالبة. إذا شنقول أنا في التفسير بدون أي تعقيد تنتقل الشحن إلى غير ذلك؟ لا، أمر بسيط جدا: ورقتي الألمنيوم شحنتا بنفس نوع شحنة القضيب. سنرى إن كان هذا التفسير ساري المفعول مع الحالة الثانية. في الحالة الثانية سأقوم بدلق قضيب زجاجي يحتفظ بشحن موجبة أكثر منه سالبة. نلمس في الصفيحة المعدنية الورقتين متعادلتين. هل الآن سيجرى الأمر كما رأينا في الحالة الأولى؟ هل تتجه شحن سالبة كشحن سالبة في القضيب؟ إذن سيحدث الأمر العكسي: الشحنتين السالبتين المتواجدتين على مستوى الرقاقتين ستنتقلان نحو الأعلى، تأتيان هنا في الصفيحة ثم تغادران باتجاه القضيب المشحون، فتصبح الورقة الأولى أو رقاقتي الألمنيوم الأولى تحتفظ بشحنة موجبة أكبر والثانية تحتفظ بشحنة موجبة أكثر. الموجب مع الموجب ما الذي يحصل بينهما؟ تنافر. كملاحظة ماذا أشاهد؟ تنافر
بين ماذا؟ بين رقاقتي الألمنيوم. شنقول هنا في التفسير؟ رقاقتي الألمنيوم راهم موجبتين، شحنتا بنفس نوع شحنة القضيب. إذن لكي لا نقع في هذا التعقيد، ربما احنا عطينا شرح موضح أكثر، ولكن لكي لا نقع في التعقيد أو نقع في الأخطاء، مباشرة ندير عبارة علمية بسيطة جدا. عندما يطلب مني ماذا تلاحظ أقدم الملاحظة ثم آتي إلى التفسير مباشرة. مش نقول في التفسير، سنتحدث في التفسير عن الحالة الأولى اللي هي النواس الكهربائي ثم الكاشف الكهربائي. واحد مع النواس الكهربائي. إذا التفسير كالآتي: في الحالة قضيب بلاستيكي، قضيب زجاجي أو قضيب إيبونيت، ماذا نقول؟ نقول كرية النواس ماذا حصل معها؟ شحنت. الآن هنا نستعمل العبارة شحنت بماذا؟ بنفس، حذاري لأنه بنفس نوع شحنة القضيب. سنرى في تفسير آخر مستقبلا إن شاء الله بعكس. إذن ما نتقلقوش، نبقاو هنا في الفكرة هذه. شنقول مع النواس الكهربائي؟ كرية النواس شحنت بنفس نوع شحنة القضيب. الآن ثانيا، وين يكون عندي كاشف كهربائي، هل عندي كرية نواس؟ هو عندي كرية؟ لا. إذن في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول رقاقتي، أو البعض يسميهم ورقتي، رقاقتي الألمنيوم اللي هما الجزء المهم الكاشف الكهربائي. رقاقتي الألمنيوم شحنتا نفس الشيء هنا بنفس. إذا تعمدت وغيرت اللون عند كتابة بنفس نظرا لأهمية هذا المصطلح، بنفس نوع شحنة القضيب. إذا هذا فيما يخص تفسير ظاهرة التكهرب، سواء مع النواس الكهربائي سواء مع الكاشف الكهربائي وبأي قضيب تم دلكه. نتوقف عند هذا القدر، نواصل المرة المقبلة إن شاء الله في آخر فيديو فيما يخص تفسير التكهرب، وهو تفسير ظاهرة التكهرب بالتأثير. ثم نأتي بعد ذلك إن شاء الله إلى بعض التمارين ونحاول نقدم الحلول مع بعض. إذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.